واحدة بتاخد في الليلة 250,000 جنيه، والتانية اعترفت إنها صرفت 500,000 جنيه على عملية نحت عشان تغير شكلها. التالتة بقى قصتها كلها خلع وطلاق وقضايا، والرابعة قلبت المسرح من أول ظهور على التيك توك، والخامسة صوتها جه من الجامع لحد ما بقت من أشهر نجمات الشعبي. 5 مطربات شعبي شغلوا الساحة وخطفوا الأضواء، بس كل واحدة ليها سر وحكاية، تفاصيل كتير في الفيديو ده. المطربات الشعبي في مصر مش بس أصوات بتغني في الأفراح والحفلات، دول بقوا ترند وشغلوا السوشيال ميديا. حياتهم مليانة دراما، فلوس كتير، قصص حب، خناقات، انفصالات، وحتى عمليات تجميل بمئات الآلاف. عندك مثلا بوسي لسه محتفظة بالعرش، وهي نمبر 1 بتاعت الأغنية الشعبية وأعلى أجر في المجال. في الحفلة بتاخد 200,000 جنيه، في الفرح 250,000 جنيه، يعني محدش يقرب جنبها في السعر. المميز عند بوسي إن جدولها بيكون محجوز 3 شهور قدام، أفراح، مناسبات، كله بيجري وراها. رغم إنها دخلت التمثيل وشاركت في كذا عمل، إلا إنها مش مركزة فيه قوي. بتقول بنفسها الغنى فلوسه أحسن بكتير بالنسبة لي. أما شكلها اللي بقى أحلى ورشيق الفترة الأخيرة، فبوسي بتؤكد إنها ما عملتش تجميل، يدوب شوية تبييض أسنان، وإنها بقت بتاكل أقل وبتشرب مية كتير. لكن ورا الشهرة والفلوس حياتها مع الرجالة كانت معقدة جدا. طليقها الأول وليد فطين رحل في السجن، وأخته طلعت قالت إن بوسي السبب وإنها موتته بالقهر. أما طليقها التاني هشام ربيع دخل السجن بسببها بعد ما دافع عنها، لكن في الآخر طلقها ورجع لمراته الأولى. يعني بوسي على القمة فنيا، لكن قصصها العاطفية كلها وجع. رحمة محسن بقى قصتها ملهمة جدا. بدأت من تحت الصفر، كانت شغالة على عربية قهوة وفجأة الحظ جه معاها. أغنيتها اللي اسمها اسند ظهرك واقعد اتفرج قلبت الدنيا، جابت 25 مليون مشاهدة على يوتيوب، ومن بعدها الناس عرفوها وغنت في مسلسل فهد البطل مع أحمد العوضي. أجرها في الحفلة 50,000 جنيه. لكن النقلة الكبيرة فعلا لما أخدت 500,000 جنيه من المسلسل. الفلوس دي خلتها تعمل عملية نحت للجسم، كلفتها 400,000 جنيه، وفعلا شكلها اتغير 180 درجة. أما الإشاعات فطلعت بعد ما غنت مع العوضي قالوا إن بينهم علاقة، لكن رحمة نفت ده وقالت أنا والعوضي إخوات، والعوضي بنفسه قال رحمة أختي وعروستي الجديدة واحدة تانية. يارا محمد مشهورة بأغنيتها شايفاكوا هوا، واللي فتحت لها أبواب الشهرة. هي من مواليد سنة 95 ومن الغربية، أهلها أصلا في التربية والتعليم. اتجوزت من عبد السلام عازف الأورج الشهير، وخلفت منه ولد وبنت، لكن العلاقة دي ما كملتش، حصل بينهم قضايا خلع. أجرها في الحفل ما بين 30 ل 60 ألف حسب الموسم والمكان. الناس ما تعرفش أصلا إنها بدأت تغني من وهي عندها 9 سنين بس، ومن الأفراح واحدة ورا التانية بقت نجمة. جوازها من عبد السلام سعيدة في البداية، لكن المشاكل بينهم خلصت القصة كلها. رابع بقى واحدة معانا وهي رحمة عصام، ترند التيك توك اللي كله بيتكلم عنها. حفلاتها قلبت الدنيا، وأجرها ما بين 30 و 40 ألف جنيه. أشهر أغنياتها هي كسرت قلبي ومين باع مين، واللي جمهورها بيحب يسمعها منها في كل حفلة. والمميز فيها إنها بقت مطلوبة حتى بره مصر، وأفراح كتير بره مصر كمان بقت بتستضيفها. أما آخر واحدة بقى وهي هدى، اللي بقت ترند بسبب صوتها القوي ومشاهداتها اللي بالملايين على تيك توك وكمان على يوتيوب. المفاجأة إنها بنت مؤذن جامع، ووالدها وافق تغني طالما مش بتعمل حاجة حرام. هدى اتجوزت قبل كده، ولكن الانفصال كان نهاية القصة. أجرها ما بين 40 و 80 ألف جنيه حسب المكان والوقت. أشهر أغانيها بقت لازمة عند الناس، وده اللي مخليها من أقوى الأصوات الشعبية حاليا. انتوا بقى مين أكتر واحدة بتحبوا تسمعوها وتبقوا مستنيين أغانيها الجديدة؟